السلام عليكم شباب، كيف الأخبار؟ إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. النهارده هاكلمكم على تجربتي في السفارة الأمريكية وinterview الexchange program. لكن قبل ما أبدأ، أنا مريم عيد من مصر 16 سنة، وأهلا بكم في قناتي. هنا بتكلم على كل الفرص المتاحة ليك اللي أنت تقدر تستغلها وإزاي تقدر إنك تستغلها. فلو أنت حابب الموضوع ده وفعلا ناوي إنك تستثمر في نفسك وتنمي من مهاراتك الناعمة وأي مهارات عندك، فأنا أنصحك إنك تفعل جرس الإشعارات وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن الحاجات اللي ممكن تنفعك. طبعًا أنا متاحة على إنستجرام في أي وقت تقدروا إنكم تتواصلوا معايا على أي منح من المنح اللي أنا اتكلمت عليها في القناة. النهارده زي ما قُلت هاكلمكم على تجربتي في السفارة الأمريكية في interview الexchange program. exchange program ده بيكون برامج قصيرة جدًا، بيكون من لطلاب مصر، يعني إنهم بيسافروا لأيًا كانت الدولة في السفارة اللي هم رايحين يعملوا فيها الinterview ده، بيقعدوا كام يوم أيًا كان بيحضروا course بيعملوا عمل تطوعي، بعد كده بيرجعوا تاني، وبتكون أغلب الوقت ممولة بالكامل. السفارة أو الحكومة بتاعة السفارة دي هي المسؤولة إنها يعني بتتكلف وبتغطي كل التكاليف بتاعة السفر والإقامة والأكل، وممكن كمان بيكونوا بيدّوك مُرتّب. فأنا يوم 3 مارس كان عندي interview في السفارة الأمريكية، لإنّي كنت shortlisted من البنات بتوع منحة tech girls، تمام. بيكون يعني إيه، يعني إيه shortlisted؟ إن هو مثلًا في 400 بنت من مصر مقدّمين على المنحة، ففي 15 أو 20 اتصفّوا، بعد كده بنعمل لهم السفارة بتعمل لهم interview، وبعد كده بيقِل العدد لحد 3، وال3 دول هم في شهر 7. لو حد كان متابع معايا وعارف منحة tech girls، هم دول اللي في شهر 7 هيسافروا هناك 3 أسابيع بيحضروا course في فيرجينيا تك، والإقامة طبعًا وكل التكاليف زي ما قُلت على الحكومة. وبيحضروا الحاجات دي، وفي بعض الأيام منهم بتكون كده fun، ومنهم إنك بتروح ناسا. أنا بقى جاية أحكي لكم التجربة بتاعتي، إزاي دخلت، الدنيا كانت ماشية إزاي، بابا دخل معايا والّا لأ، هل في حد كبير زي ما قُلت دخل معايا والّا لأ، الدنيا كانت ماشية إزاي، الأسئلة أو الinterview عامةً بتاعة الexchange programs دي الدنيا بتبقى ماشية إزاي. لكن طبعًا قبل ما أبدأ أي حاجة، أنا ما ينفعش إن أنا أشيّر معاكم الأسئلة، لكن هاقول لكم الدنيا عاملة إزاي. يعني هل التوتر اللي أنا كنت متوتراه في الأول ده، هل كان يستحق؟ هل كل الكلام المعلومات اللي أنا كنت مجمعاها من على النت دي، هل كان ليها لازمة والّا الدنيا غير خالص يعني؟ أول حاجة خالص، أنا هامشي معاكم من أول ما تدخلوا البوابة لحد ما تخرجوا من البوابة. ومبدئيًا قبل ما أبدأ أي حاجة، أنا كل كلامي على جزئية أو قسم الexchange programs، مش الهجرات أو أي مصالح تانية أنت ممكن تحتاج إنك تعملها في السفارة. لأ، أنا باتكلم على exchange programs، أو اللي هو البرامج اللي بتاعة الexchange، تمام، اللي موجودة، أو القسم ده في السفارة، تمام. فأنا أي حاجة تبع الهجرات وكده أنا ما أقدرش إن أنا أفيدكم فيها يعني. طيب، أول حاجة، أنت دلوقتي اتبعت لك إيميل بيتقال لك فيه الموعد، أو إيميل عامةً من السفارة بيقول لك إن هيرنّوا عليك ويقولوا لك الموعد، تمام. هو ده الإيميل اللي هيدخّلك. أي حد مش معاه الإيميل ده مش هيدخل، تمام. فأنت مبدئيًا عندك 14 سنة، 15 سنة، أيًا كان سنّك، واتقبلت في منحة وعايز تدخل interview، ما ينفعش حد يدخل معاك، ولي الأمر ما ينفعش يدخل معاك. فأنت هتكون أنت لوحدك ومعاك ورقك ومعاك كل حاجة، وهتدخل تكمّل اليوم كلّه لوحدك هناك. فما ينفعش إنه أي مرافق معاك يدخل، هو بس الشخص اللي معاه الإيميل ده هو اللي هيعدّي، تمام. فأنا إيه اللي حصل، أنا رُحت، بابا طبعًا كان عارف كده، فسابني من غير ما يركن حتى، نزلت سلام عليكم، سلام عليكم، وأنا كنت هناك قدّام السفارة لوحدي. كان معايا إيه، في الإيميل طبعًا على حسب الexchange program اللي أنت كنت مقدّم عليه، هيقول لك إيه اللي المفروض يكون معاك، إيه الإثباتات اللي المفروض يكونوا معاك. فأنا بالنسبة لTigris يعني كان أي حاجة مباحة، أي حاجة تثبت الهوية وخلاص. فأنا كان معايا بطاقة، فأنا كان معايا فلوس المواصلات، الموبايل عشان بابا لو رن عليَّ أو احتاجته في حاجة، وطبعًا البطاقة، بس كده. وكنت هناك واقفة في طابور لحد ما دخلت. طبعًا كانوا بس بيتشيكوا يشوفوا الإيميل، يشوفوا الأوراق معاك مضبوطة وكل حاجة، وبعد كده بيدخّلوك. المهم أنا رُحت وكان الميعاد بتاعي 10:00 إلا، فأنا طبعًا أنت في أي وقت أو أي حاجة مصلحة عندك interview أو كده، وفعلًا الفرصة دي هو اليوم ده، أنت لو ما حضرتش يعني يُعتبر إنك متخلّي عن المنحة وكده، وخلاص هنلغي أصلًا التقديم بتاعك. فبالتالي طبعًا أنت لازم تحسُّبًا لأي حاجة ممكن تحصل لك إنك تروح قبلها بفترة. فأنا رُحت قبلها بساعة، رُحت 9:00 إلا، تمام. وطبعًا يعني أنت لو حصل حاجة ما تتوتّرش، يعني لو حصل إنه كان السيستم واقع، اتأخّر الوقت، حصل لك ظرف وأنت في الطريق والمواصلات، وفي الآخر ما وصلتش في الموعد، لا تقلق، لأنه كل program في الexchange programs، تمام. يعني مثلًا بالنسبة لTech Girls كان هو اليوم ده بعتوا لكل البنات الshort listed ال15 أو ال20 بنت دول، وقالوا لهم أنتم عندكم يوم الأحد الinterview، وكل بنت كان ليها موعد مختلف. يعني كان في بنات الساعة 11:00 ساعة، أنا كان 10:00 إلا، وفي بنات الساعة 3:00 وكل ده. فأنت حتى لو أنت اتأخرت بس بسبب مثلًا system واقع أو كده، هو ده مش ذنبك، ده أول حاجة. تاني حاجة إن هو
زي ما قُلت هُم الناس دي بتكون موجودة طول اليوم، فأنت لو اتأخرت أنت بتدخل تستنى في الwaiting room وبعد كده بينادوا الأسامي، الاسم مش موجود بياخدوا البنت التانية، بعد كده بيرجعوا يقولوا الاسم تاني، فخاصةً في جزئية الexchange programs يعني مش مشكلة. أنا عن نفسي أنا اتأخرت، أنا حصل كذا حاجة، أنا دخلت وسألت وفهمت يعني فهمت الاتجاه غلط، فوقفت في طابور الهجرات وكده، بعد كده اكتشفت بالصدفة باسأل الضابط قال لي: "لأ على فكرة أنتِ البوابة هناك يعني." فرُحت البوابة اللي هناك وبعد كده دخلوني عادي، ما كانش محتاج حتى إن أنا أقف في طابور، تمام. فأنا كنت متأخرة، أنا رايحة يعني المفروض زي ما قُلت أنا 10 إلا أنا رايحة 10 وربع مثلًا، تمام، لكن عادي جدًا استنيت في الwaiting room وكنت تاني واحدة أدخل على طول. لكن ده مش معناه إنك تروح متأخر عادي الدنيا هتبقى تمام، طبعًا، طبعًا يُفضّل إنك تروح على الوقت، ليه ما تروحش على الوقت؟ إيه اللي هيمنعك حاجة مهمة زي كده إنك تروح على الوقت؟ حاجة تانية في جزئية إن أنا سألت وفهمت الاتجاه غلط وفضلت واقفة في طابور طويل لحد ما بالصدفة سألت تاني عشان لقيت بنت سألت فسألت زيها وكده، أنت طول الوقت اسأل، طول الوقت اعرف أنت فين، تمام، أنت رايح مكان أنا باتكلم exchange program يعني أنت قدّي يعني في سني كده، تمام، من 15 ل18 سنة، تمام، الله أعلم في حاجات تانية كمان للكبار، بس يعني باتكلم على الجزئية دي. أنت أول مرّة تروح هناك وكده، برضه دايمًا اسأل، طيب فلان قال لك الاتجاه ورُحت وقفت في الاتجاه وقفت في الطابور، اسأل اللي وراك، اسأل اللي قدامك، طيب إحنا عند البوابة الفلانية في الإيميل بيبقى قايل لك أنهي بوابة بالضبط اللي بتروحها يعني اللي بيبقى موجود اللي هي المبنى اللي هيتعمل فيه الinterview، فدايمًا اسأل ودايمًا ابقى عارف أنت موجود فين بالضبط، عشان السفارة كبيرة ما طلعتش مبنى واحد زي ما أنا ما كنت متخيلة. وطبعًا في السفارة ممنوع إنك تصوّر أي حاجة، وممنوع إنك أصلًا تدخل المباني بالموبايل، فكانوا بياخدوه قبل ما أنت تدخل أصلًا في الwaiting room، وأنا بقى داخلة الinterview أولًا بيكون من 20 دقيقة أو أقل، تمام، ممكن أكتر بشوية، بس هو الaverage بتاعه ربع ساعة أساسًا، تمام. طيب بعد كده لمّا بتدخل أنا كنت متوقعة من كل الحاجات أنا قبل ما أروح أصلًا طبعًا سألت ناس ليها خبرة في السفارات وراحت قبل كده كذا interview في السفارة، الدنيا بتبقى ماشية إزاي، سألت طبعًا ناس بقى يعني لو في حد شغال هناك وكده من على الجروبات تبع السفارة وكده، تمام. أنت حاول على قد ما تقدر تجمّع معلومات قبل ما تدخل، دي حاجة. فأنا من اللي أنا سمعته إن هو أول ما يلاقوك إنك متوتر هيوتّروك أكتر، فدي كانت حاجة لوحدها موتّرة، بس أنا ما فكّرتش فيها، كنت تعبانة أساسًا، فما كانش في وقت إن أنا أفكّر في حاجة زي كده. وطبعًا دخلت الinterview وكل الأفكار دي في دماغي، فيعني كنت قلقانة شوية، بس طبعًا زي ما قُلت شربت مَيّة كتير. فدخلت لأ، الموضوع ما كانش كده خالص، ولا لو لقوك متوتر بالعكس بيقعدوا بيهزروا كده عشان يقل التوتر شوية. الinterview اللي أنا كنت فيها ضحكنا كتير جدًا، أنا ما أعتقدش إن ده طبيعي إن ده يحصل، بس بجد ضحكنا كتير، تمام. أنا مش عارفة أقول الأجانب سهل أوي إنهم يضحكوا، فهُم ضحكنا كتير أوي، دي حاجة. تاني حاجة الدنيا كانت حلوة يعني، كان أحيانًا الله أعلم يعني ده هيأثّر على الinterview بتاعي والّا لأ، بس كان عادي باقول لهم بس ثانية بافتكر وبعد كده أفتكر وأتكلم عادي جدًا. أحيانًا كنت يعني الكلمة في دماغي بس شوية بقى هُم بيساعدوني، الكلمة بالEnglish يعني، الحمد لله الEnglish بتاعي كان كويس، هو أصلًا الprogram ده مش مطلوب اللغة الأجنبية تمام، عادي ده مش فارقة، بس على الأقل يكون عندك اللغة اللي أنت بنفسك تقدر إنك تفهم الشرح، عشان كل الشرح هيبقى بالEnglish تمام. فكنت باتكلم ممكن أنسى بس الكلمة معناها بالEnglish، فأقعد شوية بس أفتكرها، والدنيا كانت ماشية عادي جدًا، وكانوا سامعين وكل حاجة حلوة يعني. ما استعجلكش، وفعلًا موضوع التوتر ده ما كانش ليه أي لازمة، وكأنه بادردش مع شخص وعمالين نضحك عادي، ومع أي فرصة هُم كمان هُم اللي بيقولوا نكت يعني، فالدنيا كانت حلوة، وفعلًا، فعلًا ما كانش ليه أي لازمة إن أنا أتوتر وأقول لو قفشوني اتوترت هيوتروني أكتر، لأ. هي ممكن الحاجة الوحيدة بس اللي كانت بتوتر إن هُم دايمًا بيكتبوا، فأنت مش عارف هُم بيكتبوا إيه، لكن اتطمن هُم بيحاولوا بس يجمعوا معلومات عنك عشان مش هيفضلوا فاكرين. تخيل شخص بيعمل interview مع 20 شخص في نفس اليوم، هيفتكر المعلومات كلها تدخل على بعض، فبس باكتب اسم الشخص اللي أنا باعمل له interview وباعرف يعني مش بيكتبوا طبعًا كل الكلام اللي أنت بتقوله، بس مثلًا أنت ذكرت منحة حضرتها قبل كده، كورس حضرته قبل كده، مسابقة حضرت فيه قبل كده، وكل الكلام ده حاجات كتير أوي أنت ممكن ما تكونش قُلتها في الapplication أو عدّى يعني عملتها بعد ما قدّمت على الapplication، ف بعتّ الapplication، فكل ده بس بيكتبوها كbullet points كده عندهم تمام. فده المفروض ما يوتّركش خالص إن لو لقيتهم بيكتبوا حاجات، بجد ما بيوتّرش خالص يعني. فبس إنّك تبقى فاهم هُم بيكتبوا إيه، التوتر ده هيروح أول ما تلاقيهم بيكتبوا وأنت بتكلمهم. طيب بالنسبة للأسئلة والكلام ده كلّه، الأسئلة مش معقّدة خالص، الأسئلة فعلًا تتجاوب، الأسئلة دي أنت حتى لو مش مجهّزها وشايف وقعدت تفكّر وتعصر دماغك طيب المنحة دي ممكن تسألني على إيه وكده، هي فعلًا تتحل. أنت وأنت بتقدّم على المنحة وعارف المنحة وعارف شروط المنحة وأنت أصلًا بتعمل application بتملي الapplication وكل ده، كل ده أنت يعني هتلاقي إن كل الأسئلة اللي اتسألت لك أنت فكّرت بيها قبل كده وأنت بتحاول تكتب الapplication تمام. فالدنيا كانت سهلة جدًا والأسئلة فعلًا بتتجاوب ومش صعبة، وحتى لو أنت مش مجهّز هتلاقي نفسك إنك بتعرف ترُد عليها تمام. لكن أنا برضه
يفضل يعني كفرصة زي دي لأ، أنت محتاج إنك تجهّز على الأقل ما تسيبش لنفسك فرصة إن هو ما تتقبلش وتقول كان لازم إن أنا أحاول أكتر، تمام؟ طيب أنا هاقول لكم شوية نصايح بقى خلاصة اليوم كله، وخلاصة أي حد هيدخل interview بعد كده لأي exchange program أي واحد عامةً. 1 قبل ما تروح السفارة جهّز كل الورق اللي الإيميل طالبه منك، يعني أنا كان طالب مني يا تحط باسبور، يا تحط أي حاجة ممكن تثبت الهوية بتاعتك، وكان من ضمنهم البطاقة، فدي كانت أسهل حاجة ممكن إن أنا آخدها في إيدي. ولو ما كانش معاك أي باسبور، أي بطاقة، أي كارنيه نادي أو أي حاجة، كنت بتاخد معاك مثلًا شهادة الميلاد وكارنيه ممكن إن هم يحتفظوا بيه يعني وأنت خارج بتاخده يعني، تمام؟ وطبعًا على حسب الprogram على حسب الطلبات دي بتختلف، فده كان بالنسبة لTigris ده اللي كان طالبه مني أول ما دخلت، فاتأكد إن كل الحاجات دي معاك. تاني حاجة ودي تقريبًا أول حاجة أنا قُلتها في الفيديو، إن هو روح قبل الوقت بتاعك بفترة تحسُّبًا واحتياطًا لأي حاجة ممكن تقابلك. 3 ابقوا فطرانين كويس، وشكم حلو، مستحمين، مش عارفة، أي حاجة ممكن إنها تزوّد ثقتكم في نفسكم وتقلل التوتر اعملوها. إن شاء الله تكونوا مثلًا بتحطوا مثلًا اسمه إيه ده، زبدة كاكاو شفافة مثلًا بتخلّيكم إن هو عندي طاقة، أنا حاسة إن أي حاجة بسيطة مش حرام تعملوها يعني، بتخلّي عندكم ثقة، حاجة حلوة جدًا. يعني مثلًا تحطوا spray قبل ما تنزلوا اللي هو الريحة بتاعته بتروح قبل ما تنزلوا ده عشان الperfume حرام، حطّوا منها. ما فيش makeup، ما تحطّوش makeup حرام على فكرة. طرحة معيّنة أو لبس معيّن أنتم بتتفائلوا بيه وكده، البسوه. أي حاجة بتخلّيكم متفائلين أو بتدّيكم شوية أي حاجة جديدة، سلسلة جديدة مثلًا أنتم مشتريينها تحسّسكم إنه شكلكم حلو وإن هو بتحسّوا إن هو ثقة وأنتم بتتكلموا كده، يالّا البسيها. أنا باتكلم بصيغة البنت، لأن كل تفكيري دلوقتي إن أنا باكلم شخص بنت، تمام، عشان الprogram كان للبنات وكل اللي قابلتهم بنات، يعني فاهمينّي أنتم. 4 يُفضّل إنّك تروح بأقل حاجة ممكن تشيلها. أنا كان الفلوس بتاعة المواصلات والبطاقة كل ده في جراب الموبايل والموبايل في جيبي، أنا كنت ماشية من غير أي حاجة، فيُفضّل إنّك تروحوا بأي شيل ممكنة، لأن كل حاجة هتعدّي بيها وأنت بتدخل أي مبنى، وأنت بتدخل السفارة ذات نفسها، بعد كده وأنت بتدخل المبنى، بعد كده وأنت بتدخل مش عارفة فين، كل ده بيحصل عملية تفتيش، تمام؟ بتقلع مش عارفة بتقلع الشوز لو زمّر، بتقلع الحزام لو زمّر، مش عارفة بتفتش الشنط، بتفتش كل حاجة. فروح على قد ما تقدر بحاجات ما تخلّاكش تروح في كل الحاجات دي، عشان الحاجات دي بتوتّر وبتاخد وقت ومجهود يعني ما لوش لازمة يعني، وبعدين أنت هترايح ساعتين 3 وترجع مش لازمًا تشيل حاجات كتير يعني، طبعًا غير لو أنت رايح ومحتاج مَيّة مع إن هناك في مَيّة على فكرة ممكن تشربوا يعني. 5 بالنسبة للexchange programs لو أنت اتقبلت في حاجة حاول تدوّر على جروب معمول فيه الناس اللي اتقبلت غيرك، عشان فعلًا أنا لقيت جروب زي ده وكان ممكن إن أنا أدخله، بس قُلت مريم لأ، ما تدخليش عشان هتتوتري، لكن اكتشفت إن هُم كانوا أصلًا جامعين ببنات فازت قبل كده أصلًا في المنحة وسافرت ورجعت وقاعدة بس بتفيد البنات التانية اللي اتقبلوا عشان الinterview، وأنا ما حضرتوش عشان كنت خايفة إن أنا أتوتر، مع إنه فعلًا كان هيفيدني، فعلًا كان هيفيدني، فأنت ما تقلقش إنك أنت هتتوتر بالعكس، أنتم هتلاقوا بعض إنكم يعني ما فيش منافسة الشريرة اللي أنا كنت متخيلاها، بالعكس الدنيا حلوة وبيساعدوا بعض جامد. طيب بيساعدوا بعض إزاي؟ يعني بيتكلموا بيتناقشوا في الأسئلة اللي متوقع إنهم يسألوها، طبعًا بيسألوا على خبرات يعني طب هم مثلًا طيب بيسألوك في السياسة، طب هم بيسألوك في الحتة دي، طيب أنا لو اتكلم إيه الحاجات اللي ما أذكرهاش، طب إيه الحاجات اللي أذكرها المهمة اللي أنا أقولها الأساسية اللي هو دي هتأثّر جدًا مثلًا إن هو بتفهّمهم إن أنا فاهمة، كل الحاجات دي بتبقى مهمة تمام، لو أنت عندك أسئلة زيادة أصلًا أنت نِفْسك إنك كنت تعرفها وما عرفتهاش، ممكن تسأل الناس اللي راحت واتقبلت قبل كده وبتساعد الناس اللي عايزة تتقبل. 6 إحنا طبعًا بنبدأ قبل الinterview بنحاول نشوف كل الأسئلة اللي ممكن يتسألها لنا، فطبعًا بنتوجه لجوجل وبنتوجه للأسئلة المُتعارف عليها في الexchange programs تمام، طيب إزاي بقى باستعد الإجابة؟ يعني هل أنا باكتب السؤال وباقعد أعصر دماغي وأكتب نص الإجابة وأحاول إن أنا أقوله كذا مرّة، والّا وده اللي هو أنت المفروض تعمله، إن تحط بس أنا لو سألوني السؤال ده أو أي حاجة ليها علاقة بالموضوع ده، أنا عايزة أذكر النقط المعيّنة دي، مثلًا سألوني إيه الإنجازات اللي أنا فرحانة فيها، أنا عايزة أذكر إن أنا فرحانة جدًا إن أنا دايمًا باجيب درجات كويسة في المدرسة، أنا فرحانة جدًا إن أنا فُزت اتقبلت في منحة فلانية، فُزت في المسابقات الفلانية، خلّصت الكورس الفلاني، جرّبت إن أنا أشتغل في الشغلانة الفلانية، كل الحاجات دي بس قُل نُقط، بس عشان الكلام وأنت هناك هيجيب بعضه تمام، ولو حفظت بنَص هتتلخبط جدًا، أنا لو حافظ الحاجة جوّه النَص بس لو نسيت كلمة في النص ممكن تهنِّج كده، تحاول تفتكر يعني لإنه مش قرآن هيتحفظ، أنت بس اكتب النُقط وافتكر إن هو أنا عايزة أذكر الأجزاء دي.
7 متهيأ لي إن أنت على الأقل قبل ما تروح الinterview جرّب الinterview مع حد أنت عارفه يعني، مع باباك، مع مامتك، ادّي لهم الأسئلة وخلّي النُقط موجودة تحت، وحاول بس إن ترتجل بالEnglish وأنت بتجاوب عليهم، وتحاول إنك تشوف الدنيا هتبقى ماشية إزاي يعني، على الأقل بس اعرف إيه الحاجات اللي ممكن يعني توقّعك عشان ما يكونش أول مرّة بتعمل فيها interview في الحدث المهم ذات نفسه، بس جرّبها 8 ودي أهم حاجة، ودي الحاجة اللي أنا عملتها، وممكن يعني متوقعة ما اتقبلش بسببها، وهو إياكم ما تقولوش حاجة على أساس إن هُم أكيد عارفين إن أنا أعرف، هُم عارفين هُم المفروض يتأكدوا من الinterview ده إنك عارف، حتى لو هُم عارفين إنك عارف هُم عايزين يتأكدوا إنك عارف، تمام؟ يعني أنت عارف إن المنحة بتقدّم كذا وكذا وكذا، قُل إن المنحة بتقدّم كذا وكذا وكذا، ما تتساهلش وتقول إن هو الجزء اللي أنت بس متحمس عشانه. قُل كل حاجة المنحة بتقدّمها، ده مثال، في أمثلة كتير جدًا ليها علاقة بقى إن بيسألوك على حاجة أنت أصلًا كاتبها في الapplication بتاعك، فأنت المفروض إنك تقول والله أنا كتبت، ما تقولش أنا كتبت كذا، بس تقول نفس الكلام، فطبعًا أنت قبل ما تروح الinterview بتبقى مراجع أنت قُلت إيه أصلًا في الapplication عشان هل أنت كاتب الapplication دي والّا في حد هو اللي كاتبها لك، فاهمين؟ هي الجزئية دي إنه بس بيتأكدوا إن أنت اللي كاتب الكلام ده. وبس كده يا شباب، ولو في أي حاجة زيادة أقدر إن أنا أفيدكم بيها هتلاقوني كاتباها تحت في التعليقات اللي لو ليها علاقة يعني بالفيديو ده، وفي أي وقت زي ما قُلت تقدروا إنكم تتواصلوا معايا على Instagram، أنا منتظراكم هناك، وآسفة لو اتأخرت شوية في الرد، بيكون عندي امتحانات، يكون عندي يعني انشغالات في الحياة، لكن بينتهي على نهاية اليوم بارُد في الآخر لا تقلقوا. بس وأتمنى يكون الفيديو ده أفادكم بطريقةٍ ما، وما تنسوش الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات عشان فعلًا، فعلًا أيًا كان اللي هاتكلم فيه ممكن بطريقةٍ ما حتى لو حبّة صغنطاطين يفيدك.